وقد تم تشييع جنازة الشرطي المغدور بحضور أمني وازن لمختلف المصالح الأمنية بالدار البيضاء، وحضور والي من المدينة الذي قدم المواساة لنجل الشرطي الراحل وسط أجواء مهيبة ومؤثرة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة أمس الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موظف. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن موظف الشرطة الذي كان يعمل قيد حياته بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء كان قد اختفى مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء أول أمس الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا